فما يمكنش شحال كيجيو لذاذين هاد لي سيغار هادو اللي ديما كنحضرهم بحشوه اقتصاديه سهله، حشوه البطاطا والجبن مع السير باش ما يطرطقوش معاكم في القلي اولا في الفران. فعلا كيجيو رائعين مقرمشين ولذاذين. يلا نشوفوا الطريقه على بركه الله. اول حاجه كناخذ 3 الحبات ديال البطاطا اللي كنسلقهم بالقشور ديالهم، من الافضل باش ما كيشربوش معنا الماء. كنضيف عليهم هنا قطع ديال لادان فومي، وواحد البصيله اللي شحرتها مع شويه الملح وشويه البزار، كميه معقوله ديال الجبن، هنايا درت الجبن احمر، ومعلقه مملوءه ديال الربيع، وثلاثه ديال المعالق ديال الجبن. تقدروا تعوضوه بالجبن مثلث. هنايا كنضيف واحد شويه اولا ملعقه ديال الثوم بودر، شويه ديال الملح، ردوا البال من الملح حيت كلشي عندنا مالح، وشويه ديال البزار. كنبدا كنخلط هاد المكونات مزيان، من الافضل تخلطوا هكايا بيدكم، ما تدلكوهاش غير خلطوا. وهنايا من السر باش ما كيطرطقوش معاكم كتخليوها واحد الساعه في الثلاجه. هنا خديت الورقه ديال البسطيله، اللي هنا عندي ورقه انا كبيره فقطعتها على 4. ومن بعد ما خرجت ديك البطاطا من الثلاجه بديت كنشكلها هكا على شكل اصابع حتى كملت الكميه اللي عندي كامله. خديت هكايا ديك الورقه ديال البسطيله وبديت كندير هكا الحشوه ديالي، وكنطوي الطي العادي ديال السيجار بحال الشكل هكا اللي كتشوفوا في لا فيديو. كنغلق هنايا بشويه ديال الدقيق مخلط مع بشويه ديال الماء حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هنايا تقدروا تحتفظوا بها في المجمد وتقليوها اولا تدخلوها في الفران مباشره وهي جامده. هنا انا بديت كنقليها هكايا في الزيت، فضلت انني نقليها. تقدروا ايضا انكم ديروها في الفران، كتقبلوها هكايا حتى كتحمر من الجهتين، وكتقدموها بالصحه والراحه. غير جربوها راه كتجي لذيذه.